أنت يمني ومقيم في السعودية، اسمع لهذا المقطع. أولا السلام عليكم ورحمة الله. يا شباب، أي أحد موجود في السعودية عليك أن تلتزم بأمرك. لا تطلع من شغلك مرة، لا أنصحك تطلع من شغلك مهما كان، إلا إذا كان في بديل. انتهى العقد معك، انتهى العقد بينك وبين صاحب العمل، وفي بديل يعني مضمون تطلع على طول مباشرة للعمل الثاني، أكيد كل واحد يعني يبغى الزيادة. ولكن أنصح أي أحد أموره طيبة وشغله ماشي لا يطلع من عمله. إخواننا متعطلين في العزب، ما في أعمال. يعني الواحد يقول لك جتني رسائل كثيرة، يقول لك والله بشتغل أي شيء، ما عندي أي مشكلة، ما عندي أي مشكلة، بشتغل أي شيء وعندي مهن وعندي كل شيء، لكن ما في فرص عمل. فيا إخوان تكفون. أنت يا أخي جيت تشتغل ولا جيت يعني تتنقل كل شهر، كل سنة عند كفيل، كل سنة عند كفيل. فالبعض عنده من 10 نقلات، البعض عنده 7 نقلات، 5. ليه كل هذه؟ أنت جاي تشتغل ولا جاي يعني على كرسي دوار وتكييف؟ لازم تشتغل، ما في شيء بالسهل. هنا جيت السعودية تشتغل. فالبعض يقول لك والله ما ناسبني العمل، بشوف غيره. هكذا يعني يتنقل، يعني في كل سنة في عمل، كل سنة في عمل. عشان كذا الحين جاتنا جاءت ايش اسمها، اللي هي نسبة ما ادري كم في المية لنا اليمنيين. فيا شباب، يعني انتم ضريتونا كوننا يمنيين، وضريتوا انفسكم من كثرة التنقلات. كل سنة تلاقي فيك معاه كفيل، كل سنة معاه كفيل. ليه؟ هذاك والله بيزودني 100 ريال، هذاك بيزودني 200 ريال. من الكلام هذا أنت ما يعني جاي تتشرط، ما جاي تشتغل. فيا شباب أنصح أي واحد عنده وظيفة وشغل، خليك في شغلك. الناس متعطلين في العزب، الناس متعطلين ويقول لك والله بشتغل أي شيء. جت كل يوم تجيني عشرات الرسائل، إيش عشرات؟ يعني باليوم لا تقل عن 100 رسالة، كلهم يبحثون عن عمل. أنا قلت لهم أنا مقيم مثلكم، أنا من اليمن لكن مطول في السعودية، أنا مقيم مثلك، والله ما أقدر أفيدك بشيء. كل اللي أقدر أفيدك سويت لك مجموعة في الفيسبوك وبينك وبين صاحب العمل، والله ييسر لكم. فيا شباب تكفون يا شباب، أهلكم منتظرينكم في اليمن. يعني باعوا كل شيء من أجل شيء تغترب. الحكومة السعودية ما قصرت معنا كيمنيين، وما قصرت مع الكل، مع كل المقيمين، وفرت كل شيء. فعلينا أقل شيء يعني نرد الجميل، ندخل هذا البلد أولا، نحترم أنظمة هذا البلد، قوانين هذا البلد، الكلام الفاضي اللي موجود في التواصل الاجتماعي وإلى آخره ندعه جانبا. ما نتدخل بأي أمور ثانية. جينا نطلب الله ونشتغل بس. الكلام الفاضي اللي في التواصل والذباب الإلكتروني سيبكم منه. جيت ترزق الله واطلب الله واسكت بس. الشيء الثاني البعض يعني مجرد ما يطلع مثلا من السعودية يجحد. يا أخي أنت عشت في هذا البلد وأكلت من خيرات هذا البلد. من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. الواحد يعني هذه كلمة حق تقال علينا كيمنيين، وأي عمالة موجودة هنا المفروض يعني واحد يتكلم بالحق. السعودية ما قصرت. البعض يقول لك يا أخي أنت داخل هنا تشتغل مش عارف إيش، ما هو نعم جاي تشتغل بعرق جيبينك، ما اختلفنا، لكن ما قصرت معك الدولة بكل شيء، ما قصرت. وفرت لك الأمن والأمان. إذا أنت شغال تمشي بأي وقت، ما حد يتعرض لك، ما في أحد يقدر يمد يده عليك، ما في أحد يعترض لك. هنا الدولة نظام قانون تحفظك، يعني كونك كمقيم ولا كمواطن. هذا الأمن ما هو موجود بأي مكان في العالم. أنت موجود في هذا البلد لك كرامتك، فكذلك يعني احفظ قوانين هذا البلد. نصيحة أخيرة لإخواننا اليمنيين: كن خير سفير لبلدك بأمانتك، بتعاملك الطيب، كذلك بالتعامل مع العملاء، مع الزبائن. يعني جيت ترزق الله لازم تتعامل تعامل حسن في دوامك، يعني اعتبر هذا المحل محلك، لأنه مدخول رزقك. تعامل طيب مع العملاء، وكذلك مع كفيلك اللي ما قصر معك.
ما خلاص مجرد أن تجيك مثلا فرصة عمل ولا شيء خلاص وسيب كل شيء، الكفيل ما قصر معك وسيب كل شيء وراح. عشان كذا يعني الحين ماخذين علينا نظرة وهم معهم حق. يعني الأعمال اليمنية أقول لك خلاص ما أبغاها، باخذ أي أعمال ثانية فلبينية اندونيسية بنغالية إلى آخره. لأن تلاقي العامل يعني من حين يجي على عند كفيلة لين 10 سنوات 20 سنة ما ينقل، خلاص مع كفيلة. وإحنا اليمنيين تجد الواحد عنده من 10 من 5 نقلات من 7 متنقل. هذه المشكلة، هذه النظرة التي يعني صارت سلبية تجاهنا كيمنيين، ومعهم حق والله. كيف أنا أثقك على مالي وحلالي وتنقل خلاص يعني بيوم ليلة قال لك مع السلامة؟ كيف؟ إن شاء الله تصل هذه الرسالة. الاستغفار طلب المغفرة. إذا طلبت المغفرة وأدمنت ذلك في كل ساعة وكل دقيقة كان من نتائج طلب المغفرة أن يزيل الله عن قلبك كل هم وكل غم، بل ويرزقك من غير ما تحتسب. الله أكبر. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، في رواية ورزقه من غير ما يحتسب.